وما سيقول الاتحاد لن يكون بمعزل عن جوهر المشاركة الفلسطينية في هذا الحدث الدولي الغير مسبوق، واللي شكل محطة مفصلية وأسس لمستقبل مشرق للحركة الرياضية الوطنية الفلسطينية. ومن هون أي أعضاء مجلس الاتحاد قاعدين هون وفي غزة كمان، احنا نسقنا رؤية استراتيجية تنسجم مع جوهر المشاركة وليس مع نتائج المشاركة، مع حق شعبنا في اللوم والعتب والمرارة، ولكن التقييم والقرار من موقع الرؤية الشاملة للحدث اللي هو نتاج لجهد قاد إلى هذا المستوى المتطور، جهد شارك فيه الاتحاد بكل العاملين فيه، الأندية، القوى السياسية الفلسطينية، وكل مظاهر التشجيع اللي تلت كأس التحدي، مواقع إلكترونية، أنشطة، فعاليات، تكريم، جداريات، مهرجانات، أيضا التغطية والاهتمام الإعلامي. كل هاي المسائل خلقت بيئة، وهاي البيئة أسست إلى المشاركة اللي الهدف منها كان ثلاث اتجاهات. الاتجاه الأول له علاقة بالجانب السياسي، وإحنا الرياضة بالنسبة لنا وسيلة لتحقيق أهدافنا الوطنية، ومن هون كان في هناك بعدا سياسيا لهذه المشاركة. الاتجاه الثاني اللي هو له علاقة بالتعاطي مع المكان اللي حصلت فيه هاي المشاركة اللي هو استراليا، واللي قبل أيام ما اعترفت بفلسطين وبالعكس صوتت ضد فلسطين. فإحنا كمان كان في إلنا رسالة وطنية بدنا نقولها للشعب الأسترالي، ومن خلالهم للأمريكان ولغير الأمريكان، إنه يشوف الشعب الفلسطيني من خلال هذا المنتخب ومن خلال هذا اللاعب. والاتجاه الثالث هو اتجاه فني ورياضي، وأنا بعرف إنه الرياضيين كانوا فعلا يريدوا أن يحاكم المنتخب على النتائج الرياضية، وأنا بعتبر إنه هذا منطق، ولكن هذا منطق مجرد ومنطق محدود، لأنه تحقيق الأهداف الثلاثة ما كانش ممكن أن يتحقق بدون استمرارنا في المشاركة بنفس العزيمة، بنفس القوة، بنفس الاهتمام، وبنفس الإصرار على إنجاح عملية المشاركة لتحقيق أهدافها بالأبعاد الثلاثة اللي أنا تحدثت عليها. وعلى هذا الأساس أنا يعني تحملت والاتحاد تحمل بعض الملاحظات النقدية والعتب، وأنا بقول إنه محق على أداء المنتخب، ولكن بالمقابل أنا وكلياتنا ما بننسى إنه هذا المنتخب بتشكيلته بنجومه هو اللي فاز بكأس التحدي، وما بنقدر إحنا نأخذ موقف انتقائي ونستثني أو نستبعد التاريخ. أنا ما بدي أبرر للاعبين، ولكن أنا بعتقد بأنه كان في رهبة للمشاركة. حجم الاهتمام اللي هناك في المنتخب الفلسطيني كان يضاهي حجم الاهتمام في 15 فريق، وهذا له مردود على اللاعبين. أنا شعرت بحالة الإرباك عند بعض النجوم والتصرف اللي يعني فيش فيه حالة توازن، حارس مرمى، مدافع، مهاجم، كذا، وكأنه مش موجود. فإحنا كمان بدنا نرحم أولادنا، وإحنا كمان ما بصير نجلد أنفسنا.
ومن هون اللي قام فيه المنتخب مشكورا هو والجهاز الإداري والفني. وأنا بقول إنه إحنا راح نخلد هذا المنتخب بحروف من ذهب، ولن أسمح لأحد أن يتطاول على أي لاعب أو إداري أو فني. ولكن هذا لا يعني إنه إحنا ما يكونش في عندنا خطة للمستقبل ونستخلص العبر. أما اللي حصل دون التوقع رياضيا صحيح، ولكن المشاركة بالمفهوم الوطني هي فوق التوقع. وأعتقد أنه هذا إنجاز كلياتنا لازم نعتز أنه إحنا شاركنا في صناعته، بدءا من الرئيس مرورا بالقوى السياسية، بالمجلس الاتحاد، العاملين في الاتحاد، والإعلاميين والجمهور والمشجعين في الوطن وفي الشتات. وأنا برأيي أنه يعني حتى حجم الاهتمام اللي حصل هناك مش بس من الجالية الفلسطينية، من الجاليات العربية، وفي بعض المدن حتى من الأستراليين، أنه الملعب كانت مدرجاته مكتظة، وكانت الأعلام الفلسطينية والناس كانت مع رفع العلم والنشيد الفلسطيني كانوا يبدوا يبكوا، وبعضهم غادر الملعب ويبكي ما سألش عن النتيجة. فمن هون الأصوات اللي دعت في حينه إلى عزل الجهاز الإداري أو اتخاذ إجراءات، أنا برأيي هذه أصوات لو ردينا عليها ما كانش إحنا كان ممكن أن نصب في مصلحة الوطن وفي مصلحة المشاركة بالمنظور وبالمقياس الوطني السياسي. وأنا يعني كما قلت إحنا هذا الحدث بدنا نخلده، ومن هون إحنا راح نعمل على توثيق هذا الحدث في كتاب تحت عنوان الطريق إلى آسيا. الرياضة كيف اتطورت وكيف احنا صنعنا لاعب قادر على المنافسة وقادر على انه يجيب كأس التحدي، وبنفس الوقت انه مثل فلسطين في هذه المشاركة التاريخية، واللي عمل مأثرة لكل الشعب الفلسطيني واللي بحبوا الشعب الفلسطيني. واحنا كمان راح نعمل فيلم برضو كمان تحت عنوان الطريق إلى آسيا، وإحنا راح نعمل ألبوم صور نوثق فيه كمان المحطات اللي مر فيها هذا العمل وهذا الجهد الجبار. ومن هون أنا أتمنى وأنا بطلب من وسائل الإعلام أنهم يساعدونا في أنه إحنا نبقي على الجانب المشرق في هذه المشاركة. وأنا فعلا يعني بحيي كل الفضائيات اللي كانوا معنا، على الأقل اللي احنا شفناهم هناك قديش كان اهتمامهم وتغطيتهم، وفي بعض الفضائيات يعني حتى تحليلهم ومتابعتهم كانت بحجم الرسالة الوطنية اللي حققتها فلسطين، واللي الاحتلال الإسرائيلي كان بده يستخفها. الفضائيات الإسرائيلية كمان عملت غرف تحليل وحاولت تظهر كل الجوانب السلبية في المشاركة تبعنا. اللاعبين متوترين، الكرت أصفر وكرت أحمر وإلى آخره. هذا الجانب أعتقد يجب أن يدرس، وأنا بقول لكم راح يدرس، ولكن لن يدرس على قاعدة أنه إحنا في الاتحاد ممكن أن نصدر شهادات وفاة لا لجهاز إداري ولا لجهاز فني ولا للاعب ارتبك. طبعا هذا خطأ خلل، ولكن هم نفس اللاعب اللي قبلها بأقل من شهر لعبوا مع الصين وبدون مهاجمين، والمباراة كانت 90 دقيقة في خط 18 عندنا وحموا. يعني أوكي، ممكن أنا برأيي الانضباط التكتيكي في خلل. أنا ممكن نقول إنه يعني خط الدفاع المساحات كانت مفتوحة ما تغطتش. ممكن كمان نقول إنه الهجوم
ما كانش ممكن نقول ما كانش في انضباط. كل هذه المسائل فنيا صحيحة، ولكن ما بصير احنا نتجاهل يعني عظمة المشاركة والحدث. فهذا الجانب أنا أتمنى أنه يكون واضح، وهي رسالتنا احنا كاتحاد لشعبنا ولكل القوى السياسية، ونأمل من الجميع أن يتحلى بأعلى درجات القدرة على التعاطي مع هذا الحدث بهاي الشمولية وبفرجار في 360 درجة، وأن يتم الإبقاء على زخم الدعم والتأييد والتشجيع للرياضة، سواء كانت الرياضة الجماعية أو الرياضة الفردية، ولكن تحديدا موضوع اتحاد كرة القدم اللي قطع شوط بجهد وبإمكانيات وبظروف أعتقد أنها صعبة. ولكن مع كل ذلك احنا أصبحنا الآن مع الكبار من خلال هاي المشاركة، ومن خلال ما حصل بغض النظر عن النتائج الرياضية. وأنا هون يعني بقول اللي علينا احنا كاتحاد كما قلت، وقريبا احنا راح نعمل تكريم للجهاز الفني والإداري والفريق بكل اللي شاركوا فيه، وراح يستقبلهم الرئيس، لأنه كمان الرئيس يدرك مضمون وأبعاد المشاركة بالمعنى السياسي وبالمعنى الوطني، والنظام السياسي أيضا يدرك ذلك. فإحنا راح نعمل لهم حفلة تكريم تليق بالمشاركة، مش تليق بأحلامنا وبطموحاتنا اللي هي مشروعة، ولكن إحنا كمان بدنا نتعلم إنه كرة القدم فيها ربح وفيها خسارة، توفقنا أو ما توفقنا بالمحصلة النهائية هذا ما حصل. ولكن بده يكون في هناك دراسة، ومن هون احنا قررنا تشكيل لجنة وطنية لدراسة المستقبل. ولكن دراسة المستقبل يجب أن ترتكز على الماضي والحاضر. هل الاتحاد وفر للمنتخب الظروف والاحتياجات؟ هل الجهاز الإداري والجهاز الفني كان على مستوى المشاركة وساعد في خلق بيئة ولا لا؟ وكيف احنا بدنا من اليوم نبدأ نبحث عن آليات لاختيار لاعب اللي سنة 22، وأنا بقولش سنة 18، بتمنى يصير في 18، بس سنة 22 يشارك في كأس العالم. وأنا بقول لكم نعم إحنا بدنا نختار لاعب، ومواصفات اللاعب إنه في عنده مهارات فنية وفي عنده لياقة بدنية، ولكن كمان في عنده خلق وقيم، فيها انضباط، فيها روح الفريق والاحترام والالتزام والتعاون والانتماء للوطن والانتماء للرسالة الرياضية، واللي بتجلى في التزامه على مدار عمره الرياضي. ولا مكان لمدخن ولا لأزعر ولا لثرثار ولا لأناني. وهذا يفترض أن يتم كما قلت من خلال آليات تقرها الأجهزة الفنية في الاتحاد وفي غير الاتحاد. ومن هون أنا كما قلت إحنا رح نشكل لجنة، واللجنة رح يكون رئيسها
اللي هو الدكتور أسعد مجدلاوي اللي هو نائب رئيس اللجنة الأولمبية، ومعه الأستاذ رجب شاهين والأستاذ ناجي عجور والأستاذ جورج غطاس والأستاذ عبد السلام هنية والأستاذ عماد عبد الحق، ومحمد العمصي بكون مقررا للجنة، وأمين عام اللجنة الأولمبية هو اللي بنسق بين المحافظات الشمالية والجنوبية. وأنا أو مش أنا، يعني إحنا في الاتحاد سعينا إنه ولا واحد من مجلس الاتحاد يكون في هاي اللجنة، لأنه آخر النهار إحنا بنحب نستقبل أفكار من شريحة في المجتمع الفلسطيني إلا علاقة بالرياضة، سواء كان لاعب سابق أو أستاذ جامعة أو واحد له علاقة مباشرة بالرياضة بكل أبعادها. وإحنا كمان إن في مجلس الاتحاد وقفة تقييمية لدراسة ما حصل وليش حصل، على قاعدة رغبتنا في استخلاص العبر لبناء المنظومة مستقبلا، بما يضمن انه مزبوط احنا نحقق البعد الوطني والبعد السياسي ومحاصرة الاحتلال ويلعن ابو الاحتلال، ولكن كمان احنا بدنا نتيجة رياضية، احنا بدنا نتيجة لها علاقة بالرياضة.